بحسب روايات أهل البيت خلود في النار، خلود في جهنم ماكو. أدلة كثيرة، روايات كثيرة. النوع الثاني من هذا إجماع ما نسولف به الآن، هم نختصره، أنه أكو خلود في النار. لا، كان الخلاف وين صار بين العلماء؟ يطبها ويطلع لو أصلا ما يطبها. الذي والى محمدا وآل بيته الكرام عليهم السلام يطبها ويطلع فترة لو أصلا ما يطبها ما يشوفها. هنا صار تعارض. عندنا طائفة من الروايات تقول أصلا ما يطبها، مهما بلغ يتنظف ينعصر ما أدري كذا إلى أن يصل نقي آخر شيء ويطب الجنة، يتحاسب عليهن كلهن بس مو بجهنم، ما يطب جهنم إكراما لمحبة محمد وآله عليهم السلام. مثلا يعني حسب الوقت رواية أو روايتين أقول. مثلا عندنا سماعة أو سماعة ابن مهران يقول طبيت على الإمام الصادق، الرواية موجودة في الكافي. يقول دخلت على الإمام الصادق، والله انتبه للرواية كلش انتبه، عوف كل شيء، عوف دنياك كلها وانتبه لي بالله، جزاك الله خير، كلش مهمة. يقول قعدت يم الإمام الصادق، الإمام التفت لي قال لي من شر الخلق؟ منو شر الخلق؟ يقول قلت له إحنا يا ابن رسول الله. إحنا يعني الشيعة، إحنا شر الخلق. يقول الإمام غضب إلى درجة الوجنتان احمرتا، وجناته صار حمر من الغضب، سخن وجه الإمام بأبيه وأمه من شدة الغضب. يقول ثم استوى جالسا، يعني يعدل قعدته هيك، انتبه لي، التفت لي قال لي لا والله لا يدخل منكم النار 10، لا والله لا يدخل النار منكم 5، لا والله لا يدخل النار منكم 3، لا والله لا يدخل النار منكم 1.